ازيكم؟ كان عندي بلح كده ومش عارفه اعمل بيه ايه. بعدين جات لي فكره حلوه جدا، قلت لازم اقوم اعملها على طول. كمان هتساعدني ان انا اعمل حاجه حلوه وفي نفس الوقت كمان حاجه اديها لبنتي معاها في اللانش بوكس بتاعها. فقلت يلا يلا بسرعه نعمله مع بعض. اول حاجه بفصص البلح زي ما انتم شايفين كده، بشيل منه القشر وبشيل منه النوى. طبعا البلح موجود كتير جدا اليومين دول، الناس اللي عندها بلح ومش عارفه تعمل بيه ايه هنعمل بيه الوصفه دي. ووصفات تانية كتير، وكمان ممكن نخزنه. هسيب لكم تركة التخزين بتاعه البلح، كنت عامله لكم السنه اللي فاتت. هتلاقوا ان شاء الله الفيديو تحت، لينك الفيديو هتلاقوه تحت في الوصف تحت. بس ببتدي اهرس البلح حلو جدا، نهرسه كويس جدا علشان مش حابه ان هو يكون فيه قطع باينه قوي، مش هيبقى حلو يعني. احسن حاجه ان احنا نهرسه كويس جدا جدا جدا. لو عايزين تحطوا شويه لبن وانتوا بتهرسوه تقدروا ان انتوا تعملوا كده علشان يساعدكم ان هو يتهرس كويس جدا. تمام. ممكن تحطوه طبعا في الكبه يعني كفكره، بس حاسه مش مستاهله يعني نوسخ الكبه والقصه دي كلها علشان نهرس البلح. المهم، خلاص انا خلصت هرس البلح. بجيب بيضه بحطها، طبعا بجيب فانيليا، وكان عندي هنا دانات اللي هو بالسينابون. تقولوا لي ليه حطيتيه؟ اقول لكم والله كان في التلاجة وانا كنت عايزه ازود قرفه، ما لقيتش قرفه، فقلت ده ايه هيقضي الغرض معايا. حطيت منه معلقتين. طعمها ما كانش قوي قوي على فكره، لو عايزين تزودوا زودوا طبعا، لو عندكم قرفه حطوا قرفه، ان القرفه مع البلح ده بتبقى حلوه جدا. طيب، هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه حلو جدا. اهم حاجه احط فانيليا. ماشي، هنا بقى جبت كوبايه من الدقيق. خمنتوا انا هعمل ايه؟ ما علينا. ورشه من البيكنج باودر ورشه ملح. مش رشه من البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح. هنا بقى بزود اللبن واحده واحده لحد لما اوصل لقوام البان كيك. الحمد لله على السلامه يا جماعه، هنعمل بان كيك. بان كيك بالبلح، بدل بان كيك الموز او بدل بان كيك التوت يعني. مفيد جدا وطعمه حلو جدا وطعمه قريب من طعم الموز جدا. يعني لو ايه العيال مش بتحب البلح اقول لهم ده موز، مش هياخدوا بالهم على فكره. بزود زي ما قلت لكم بقى، نرجع للموضوع، بزود اللبن واحده واحده لحد لما اوصل لقوام البان كيك. عارفين قوام البان كيك بيبقى تقيل شويه عن قوام الكيكه. ماشي، بفضل اقلب كده كويس قوي. تقريبا كده استخدمت كوبايه وربع من اللبن على كوبايه الدقيق دي تقريبا يعني، مش فاكره والله. المهم، زودوا لحد لما نوصل للقوام اللي هتلاقوه في الاخر كده. اقول لكم ان هو ده القوام المناسب، هو ده يبقى ايه الموجود، بس هو ده زي ما قلت لكم. الطاسه بتاعتي الشقيانه الغلبانه بزود فيها شويه من الزيت. حسيت ان الزيت ده كتير، شيلته على فكره في كوبايه كده على جنب، وما استخدمتوش كله لان نزلت كتير قوي، وانا مش مستاهله ان احنا نحط زيت كتير يعني، هي مسحه بس للطاسه كده. بس. وابتدي بقى انزل بالبانكيك واحده واحده. طبعا هو كان تقيل سنه على فكره، لو حابين تزودوا شويه ميه كمان تخففوه عن كده تمام. طيب، نيجي بقى للتسويه. اقدر ان انا احطه في الفريزر، طبعا تقدري تعملي كل الكميه دي وتحطيها في الفريزر وتطلعي تسخنيه دقيقه في الميكرويف هيبقى تمام. عايز تعمليه صابح واحده واحده كده كل شويه كل يوم تعملي لك 3 ولا 4، تمام. انا عملت كده، قعدوا في التلاجة معايا يومين في التلاجة، بقيت اذا كل يوم الصبح اعمل منه 3 او 4. انا افطر منه وهي كمان اديها معاها، اديهولها يعني. لحد لما خلص. ماشي، انا كنت بحبه صابح يعني. اللي حابب زي ما قلت لكم. بس حاجه مهمه جدا نعمله، نشيله في نفس الوقت يعني. خلاص هو برد، احطه على طول في الفريزر، ما سيبوش بره الفريزر علشان هيجلد وهيبقى وحش. ولو حطيتيه بقى بعد كده في الفريزر هيطلع مجلد برضه. ماشي يا جماعه، نتيجه الحاجه بتطلع زي ما دخلت، عشان بس نبقى ايه متفقين. هتشيلي الحاجه صبحه هتطلع لك صبحه، هتشيليها بايته هتطلع بايته، معلوش علاقه الفريزر خالص بالقصه دي. بس وده القوام بتاعه كان حلو جدا، طعمه لذيذ. تقدروا طبعا تزودوا بقى عسل، تقدروا تزودوا ميبل سيرب، تقدروا تزودوا اي صوص معاه براحتكم يعني. بس انا كان طعمه كده بالنسبه لي كويس، طبعا انا مبحبش السكر. بس اللي حابب يزود نقطه كده من العسل كان برضو لطيف، عادي جدا يعني. بس انا حبيته من غير العسل خالص. طيب، ممكن نزود فاكهه تانية جواه طبعا، ممكن نزود، ممكن نحط زي ما قلت لكم، لا قدر الله في توت يعني. ممكن نزود قطعة من الفراولة، ممكن نزود موز.
اصلا هو بيتعمل بالموز. ممكن كمان نزود الفواكه اللي هي المجففه. ماشي، انا بقى حطيت كام واحده كده في اللانش بوكس بتاعها، وزودت لها عسل كده، وحطيت لها خلة سنة عشان يعني تاكل بيها يعني. وبس عملنا وصفة حلوة من البلح اللي عندنا مش عارفين نعمل بيه ايه ده، وكمان اديناها في اللانش بوكس وريحنا دماغنا شوية من القصة. وبس استنوا بقى فيديو عن اللانش بوكس اصلا في حد ذاته كفكرة، لان انا يعني من كتر اللي انا بسمعه بجد زهقت من الموضوع ده. آه الموضوع مش مستاهل يا جماعة بجد يعني. بس خلاص القصة خلصت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.